السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طفيلات، نتمنى عنكم تعودوا بخير وعلى خير. لنبدأ فيديونا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طفيلات البنات شويبات، راني شاكرة متتبعاتي الوفيات كاملات، واللي انضمت لي للقناة راني شاكرتها، واللي من كيفنا تشوف قناة عالم المرأة الصحراوية. نتمنى عنك يعجبك محتوى القناة وتشاركي وتفعلي الجرس ياك يلحقك اي جديد. المهم شويبات، عقب جيت من الطب اليوم راهو النهار الرابع. دريك قايسه واحد الدكتوره عطاتني واحد الصديقه، نمرتها اصلا وقع لها نفس الحاله اللي وقعت لي وقاستها، ودريك راه مديني حفوظ يحفظوا لي من شيشين يا ربي يا ارحم الراحمين. ماشيه معايا الوالده، ودريك ماشي اللي نشوف واش اللي يقولوا لنا. يعني نختار نزوز عند كم من حد لين نتاكد من الامر اللي قالوا لي في الطب، حدني ديك الساعه نعود نشوف شلي نعدل. هاي الفتره راني الطفيلات ما عدلت شي، ما عدلت من شي موت ميت تاكي على ظهري. البارح زيرتني الموجعه، وتكلمت مع هاي الدكتوره اللي عطاتني رقمها صاحبتي، وعطاتني واحد الفانيد اللي هو كيهدي الالم، او منين شربته الحمد لله لاباس، غير يعني النزيف مازال ماشي، ولكن الحمد لله هذا ياسر من فضل الله ولله الحمد والشكر. المهم خلوكم معايا شوي باش اي وحده تقبض فكره على يوقع لهذا لا قدر الله والله شي تعود قابضه فكره، ورو اي شيء في حالتي لنشاركوا معاكم تكون الصحه والسلامه يا ربي يا ارحم الراحمين، والله يحفظ لي عائلتي ان شاء الله يا ربي يا ارحم الراحمين. واني بكم شوي خلوكم معايا. المهم شويبات رانا جينا عند الدكتورة هي قالها الدكتورة لينا، يعني مشكورة اختصاصية في يعني في النساء. المهم راني انا والوالدة قاعدين نحانوا النوبة، وحفوظ حانينا تحت. طلبوا لي مولانا الله ان شاء الله يفرحني في الخافيني يا ربي يا ارحم الراحمين، والاخلاق بعد راهي لكم موجوعه من شي حق. المهم شويبات، كيف شفتوا في بدايه الفيديو، المهم رانا ناقصنا الدكتوره الطفيلات زوزت لي التلفزه. المهم قالت لي خالي شي في الرحم، عطاتني تحاليل ديال هرمون ديال الحمل من 48 ساعه ل 48 ساعه نعدلهم. بالفعل الطفيلات عدلتهم، يعني بديت الهرمون، يعني التحليل الاولى عطات الهرمون طالعه ديال الحمل، يعني كاين الحمل ولكن قالت لي عنه ضعيف. المهم عقبت قعدت 48 ساعه وعدلت الهرمون الثاني، يعني التحليل الثانيه شافته نقص شوي. جاتني في العيد، تعرفوا عيدنا بالسبت، يعني قعدت الجمعه والسبت والحد الاثنين درت مولي تحليله جبرته طايح، يعني قالت لي هذا ما مازال، قالت لي الحمل كاين ما طاح ما والو، غير قالت لي عندك مخسور. المهم عطاتني شي من الدواء، قالت لي تتبعي هذا الدواء وليت تقعدي واحد 15 يوم 20 يوم وتجي ديري، يعني دير لك التلفزه نتاكد يا كانك يعني يا كان داك الشيء طاح والله مازال. المهم طفيلات انا تبعت الدواء اللي عطاتني الين وفاء صراحه ما فتقست ندير تحليله، يعني دير لي التلفزه. اصلا الطفيلات كي قلت نفسيتي الطفيلات مازالت ما هي هذيك، وهذا الشيء راهو يعني دريك راني نتكلم معاكم اللي تشوفوني الحمد لله وجهي عاد لاباس وذا، راني دريك هذا الشيء تخطى عاد له تقريبا
يعني عاد له تقريبا شي 20 يوم ولا 25 يوم ما صورت لكم الطفيلات في هذاك الوقت، لان كانت حالتي منهار الطفيلات. ومن هذا الفيديو نقدم تحيتي واحتراماتي وتقديري لوالدتي اللي جبرتها في ظهري، مساندتني، ضحات معايا يعني في هذه الفترة اللي كنت أنا محتاجة لحد يعني يوقف معايا ويساندني ويضحي معايا. جبرت والدتي واقفة معايا، وجبرت حفوظي يحفظوا لي من شي شين إن شاء الله، وجبرت رميتي يحفظها لي، جبرت عائلتي. اللي تشوفوني ما ذكرت لمم في بجدور مشات سابق ما وقع لي ذا الشيء، عندها شيء من الهم وما خليتها تجي. قالت لي نجي غير ما خليتها تجي، قلت لها ما تجي الوقت اللي احتجتك انا وبغيتك تجي لي نقول لك تعالي دريك راهي معايا الوالده ومعايا الحمد لله اخوتي الله يحفظهم لي. يعني من هذا الفيديو نقدم احلى تحيه واحلى حب واغلى حب لعائلتي، اللي دائما كنقول عن عائلتي هي كل شيء في حياتي. وبالفعل لاني ما قلتها هكا الا وانا حاسه عن عائلتي هي كل شيء، يحفظها لي وفي عين الحسود ان شاء الله يا رب يا ارحم الراحمين. المهم انا راني عدت بخير وعلى خير الحمد لله. تخيلوا عن والدتي قامت دارت لي شويه من الحنه في صداعي شتو يعني بغات تمرقني من هيك الحاله اللي كنت انا داخله فيها، ما خليت الحنه تطلع. شوف الطفيلات ربيع الحماقه قلعتها، قلت لها قلعي عني ذا الشيء. المهم حاولوا اهلي انهم يمرقوني من ذا الشيء اللي انا كنت فيه، وبالفعل تحديت ومرقت ولله الحمد والشكر من الحاله اللي كنت داخلتها، اللي صراحه ما هي سهله. ما هنو بالمخسور والله، بداية الحالة اللي أنا عشتها نفسية أكثر من المخسور، لأن الله عز وجل هو اللي يعطي وهو اللي يقبض، وأنا راضية بحكم الله عز وجل. ولكن منين تعود الصدمة جاتك من أقرب المقربين لك، من الناس اللي كنت تقولي عنهم لا يعودوا في ظهرك ولا يتحداوا العالم من أجلك، ما يسهلة اللي هم يعودوا مسبين لك في المضرة، كتدخلي في حالة اللي هي ما يسهلة. والحمد لله الحمد لله عرفت عنه عن شاري الاخلاق مودرها جليها. المهم ياسر منكم لا يفهم وياسر منكم لا يفهم، يا غير اللي تبع فيديوهاتي من هون للقدام لا يعرف الشريفه ولا يعرف السبب اللي وقع لهذا الشيء هو شنو. المهم انا ما نبغي نتكلم قباله في اموري، لان تبقى امور خصوصيات اللي انا نبغي نحتفظ بهم النفسي، احترام المشاعر الاخرين. ذاك علاه يعني ماني لهين قد نجاوب ياسر من الطافلات على الاسباب اللي كانت يعني طيحتني اني وقع لي المخسور، ولكن انا راضيه بحكم الله عز وجل، ونقول الله يعوضني في اولادي خير ان شاء الله ويصلحهم لي. والحمد لله مولانا ما قطعني، عندي وليداتي يحفظهم لي، والله لا يقطعكم ولا يقطع المسلمين اجمعين يا رب يا ارحم الراحمين. كي قلت لكم تخطيت هاي المرحله اللي كانت بالنسبه لي امتحان متين، والحمد لله قلت عني نجحت فيه، والله نجحت فيه بالغرش. المهم كسبت راسي وكسبت تفكيري من جديد، وعرفت انا لاش خاصني نوصل ومنين خاصني نعود بالضبط، يعني المكان الصحيح هو اللي خاصني نعود فيه. المهم شويبات والبنات والطفيلات لين نوصيكم على مسألة واحدة كانت كاذبة عليا مرايتي، لاني كنت كنقول عني خاصك تعطي وخاصك توفي وخاصك تضحي، ولكن منين نقول هذا الكلام دريك عرفت عني خاص اي وحده بغات تضحي ولا تعطي خاصها تعرف لمن تعطي، وتعطي بالقياس اللي تقبض، يعني ما خاصها تعطي كل شيء وفي الاخير تعود هي الضحيه وما تجبر حتى اللي ساندها مع عاد العادو اهل حانين فيها ولا باغينها بمعنى الكلمة. يعني أي وحدة منكم تحتفظ على صحتها تعرف عن صحة راهي لا طاحت مخالك حد لا هي يعطيها لك. وأصلا إذا بغيتي تعرفي الطرف اللي يبغيك تعرفيه عند المرض وعند المواقف اللي هي صعبة، حتى انك لي تعرفي الطرف اللي معاك انت يا كانوا يستاهل انك تضحي وتعطي والله ما يستاهل. المهم الطفيلات الحمد لله انا راني قمت على كرعية، عدت حامدة مولانا متباركة مع خدمتي، وقفت مشيت للشارع شفت الناس، يعني حسيت بالحياة من جديد. وهذا الفضل كامل يرجع أول شيء لله عز وجل والوالدتي يحفظها لي إن شاء الله ويجعلني نحججها ويجعلني نعدلها ذاك العدلت اللي هي وذاك اللي صبرت عليا. مازلت فرحان هيلين عد سمرة صبرت عليا وصبرت على تركتي. يا ربي مولانا يجازيني يعطيني الله عز وجل خير مكافي والدتي، رغم عني واخا نرفدها على ظهري الى بيت الله ماني كافين هذا اللي عدلت لي دي الفتره اللي كانت مريضه
وكانت تقاوم مرض السكر وصابرة عليا وصابرة على تركتي وصابرة، يعني وقفت معايا والدتي، وعلى الوقفة اللي أنا صراحة كلمة شكر والله كلمة في حقها قليلة صراحة. هذا هو اللي نقول لكم، وعلى راس حفوظي اللي كان يرفدني ويطرحني، وش نقول لكم، لا اله الا الله. الله يجعلني ويجعلكم اللي بغاه رب، وودوا بالناس اللي يبغوه حق. المهم الحمد لله، راي اي مشكل يوقف في حياتنا الا كيكون ان فيه خير، وكنقبضوا منه تجارب اللي هي مهمه، وخاصنا نستافدوا من اخطائنا ونعرفوا عن يالتنا نعطوه على قد اللي نقبضوا. هذا هو شعاري عاد من هون للقدام، اللي عطاني شي ليه نعطيه له، واللي قدرني ليه نقدره، واللي ما وقف بجنبي ماني ليه نوقف بجنبه مهما كان الثمن. هذا هو اللي ان شاء الله باذن الله عاد شعار شريفه. المهم خالق الجديد الطافلات، دريك راني رحت وكحلت، والحمد لله هذا كان من فضل من الله عز وجل. دريك ان شاء الله لاهي نبداو في الحياه ان شاء الله الجديده، الحياه اللي ملانه من الطاقه. انا ما صورت معاكم لاني كنت منهاره، وانا ما نبغي يعني نطلص فيكم سم الطاقه السلبيه، انا نبغي لا الطاقه الايجابيه. ذاك علاه ما بغيت نصور، اللي نعود واقفه على كرعيه ونضحك كيف العاده. دريك ان شاء الله الماسكات والبلوح، المواضيع الزينه، يعني اللي تشوفوا ياسر بحياه الشريفه ما كنتوا تشوفوه الا رادها مولانا باذن الله. الله يحشم محاسيدي ومحاسيدكم ومحاسيد المسلمين اجمعين يا رب يا ارحم الراحمين. المهم طفيلات، خلوكم معايا الفيديوهات السابق بعد ما نسيت، راني كنت موعدتكم عني ليه نعدل لكم تخفيضات في منتوجاتي، يا غير قدر الله ما شاء فعل. المرض يا واجع هو اللي خلاني ما نوفي لكم بالعهد اللي عطيتكم، يا غير ان شاء الله باذن الله ورد الفيديو الى رادها مولانا باذن الله لا يعودوا تخفيضات باذن الله في منتوجاتي. ونتمنى عنكم الطفيلات توقفوا معايا، لاني دريك محتاجه لبارطاج القناه، ومحتاجه ان القناه تطلع اكثر من اللازم صراحه. نزلتوا لي تعرفوا علاه محتاجه القناه انها تطلع. المهم خليكم معايا شويبات البنات، راهو البغي متبادل لكم شاهد مولانا. خليكم معايا الفيديوهات اللي هما ملانين من الطاقه الايجابيه وحب للحياه. المهم خليكم معايا الفيديو قادم ان شاء الله باذن الله، وشريفه تبغيكم والله يعيننا ويعينكم.